سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، ونستكمل بقى لقاءاتنا بباشمهندس سامح والمنتدى المصري المغربي النهارده واستقبالكم في غرفة القاهرة لوفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء. يعني شايف الموضوع ده ازاي وانعكاسه في الفترة اللي جاية على التعاملات الاقتصادية المصرية المغربية؟ والله الحمد لله النهارده كان في غرفة القاهرة برئاسة الباشمهندس إبراهيم العربي استقبلت وفد من غرفة التجارة والصناعة لكازابلانكا أو الدار البيضاء في المغرب. هو كان يعني الوفد اللي حضر النهارده اليوم للغرفة كان لتجديد بروتوكول التعاون بيننا وبين غرفة القاهرة وغرفة الدار البيضاء، ولتفعيل التعاون ونجدد التعاون يعني تبادل المعلومات والوفود التجارية من مصر ومن المغرب لصالح يعني الميزان التجاري بتاع اللي بين البلدين، ولزيادة برضو الاستثمارات المغربية في مصر، وبرضو من الجانب المغربي بيتطلعوا لزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب الشقيق. باشمهندس سامح، حضرتك شايف ازاي ان انا افكر واجدد التعامل القديم خاصه بعد كورونا يعني الموضوعات اللي يمكن خلت التعاملات على مستوى العالم يعني تنزل شويه، ان انا ابدا اجدد التعاون في الفتره اللي جايه واتكلم حتى عن المشروعات اللي موجوده في مصر والبنيه التحتيه والفرص الاستثماريه في مصر. ده انعكاسه ايه على مدى جذب استثمارات جديده مش مغربيه بس كمان على مستوى العالم؟ هو فعلا غرفه القاهره دايما كان بتنتهج هذا النهج، انها بتستقبل الوفود من جميع انحاء العالم للتعريف ببيئة الاستثمار في مصر. ودايما انا بقول ان اقدر يعني جهة تقدر تقنع المستثمر الاجنبي او الخارجي هي الغرف التجاريه والمستثمرين المصريين. اي مستثمر اجنبي بيجي يشوف الوضع اولا بالنسبه للمستثمر المحلي، اذا كان وضع مشجع ومثمر ومربح بالنسبه له فاكيد بيتشجع وبيجي يستثمر في مصر. وهو ده الدور اللي احنا فعلا بتقوم بيه غرفة القاهرة الحمد لله منذ فترة طويلة، بالدعوة لجميع رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين الأجانب بالاستثمار في مصر، والانتهاز واستثمار الفرص الواعدة اللي بتقدمها مصر ما نتيجة كمية الاتفاقيات التجارة الحرة اللي بيننا وبين التكتلات الاقتصادية في العالم كله، اللي بتدي ميزة تصدير الصناعات ذات المنشأ المصري بصفر جمارك. فدي ميزة كبيرة جدا وبتخدم حوالي أكثر من 2 مليار مستهلك في أنحاء العالم. فكل ده احنا بغرفة القاهرة الحمد لله بنعرضه على جميع الوفود اللي بيبقى في استقبالها في خلال العام، وبيبقى مردوده جيد الحمد لله. والحمد لله النهاردة كان المردود جيد جدا من الأخوة في غرفة الدار البيضاء. باشمهندس سامح، احنا برئيس غرفة القاهرة، انا بشكرك وبالتوفيق دايما.